ايه يلا؟ في يا ابني دي في ايه مش سامع. وحشتوني كتير جدا جدا جدا. عاملين ايه؟ والله وحشتوني، اقسم بالله وحشتوني قوي قوي قوي. النهارده يا جدعان فيديو مختلف جدا. النهارده اتكلم عن بكر البسيوني، ايه اللي حصل معاه بالظبط. طبعا بكر البسيوني النهارده اتوفى، تمام. مش عارف بقى هو ده حقيقي ولا ده مش حقيقي. اشترك في القناه واعمل لايك واشتراك. اول مره تشوفني كده حط لايك، اشترك في القناه، ويا ريت تشيروا الفيديو ده، تمام. واشتركوا في القناه على طول، تمام. ده اول حاجه، تمام. يلا بينا نشوف ايه اللي حصل مع بكر البسيوني بالظبط. يلا بينا يا اخواتي. السلام عليكم يا جدعان، عاملين ايه؟ مبدئيا كده يا جدعان انا بعمل الفيديو ده صعب جدا ان احنا نعمله. زي ما انتم عارفين ان بكر من اخر مره كان تعبان حرفيا وما كانش ظاهر معانا خالص في الفيديوهات اللي فاتت، لان كان جه فتره عليه ضرس وجعه، فبدا ان هو يعمل له مشاكل في دماغه، لان مش عارف الضرس ده كان مؤثر على العصب. ومره واحده كده حسن بيكلمني بيقول لي ان هو رايح على المستشفى اصلا، رايح يكشف على ضرس، وبعد كده قال لي تعالى بسرعه عشان بكر داخل عمليات. فاتصلت على طول باحمد مصبح ومحمد اسامه عشان يبداوا ان هم يجوا معايا وعمر. وللاسف محمد اسامه دلوقتي حاليا ما بيردش، شكله نايم، لان دلوقتي حاليا الساعه 12، فاحنا ما نعرفش اصلا هنتحرك هنروح على فين. هو حسن قال لنا على مكان مستشفى، فاحنا المفروض دلوقتي اصلا ان احنا نتحرك على هناك ونبدا ندور على بكر في كل مكان في المستشفى، بحيث ان احنا نعرف هو فين، لان ما اعرفش هو من اخر مره فعلا كانت حالته الصحيه ما كانتش احسن حاجه، للدليل ان هو ما ظهرش معايا في الفيديو ولا كان قادر حتى ان هو يقف في الفيديوهات. فبدا ان احنا قلنا له خلاص ما تجيش معانا، وبعدنا ان احنا كمان نمشي الدنيا. بس لما الموضوع بدا ان هو يتطور بدا ان هو يخاف، لان حرفيا كان من اخر مره كان عمال يقول دماغي وجعاني. فاحنا قلنا له يا ابني طب روح اكشف، قال لك لا خلاص هناخد مسكن. وبدانا فعلا جبنا له اللي هو كتفاست ده، وبدات الدنيا يا جدعان انها تتحسن معاه. فانا عايز كل الناس بتتفرج على الفيديو ده، انا ما كنتش ناوي اصور اصلا ولا اعرض اي حاجه، بس حرفيا خفنا ان الموضوع يفضل ان هو يتاجل، لان احنا بقى لنا فتره كبيره عمالين ان احنا ما ننزلش فيديوهات بسبب مشاكل كتير عماله تحصل لنا الفتره اللي فاتت. فقلت ان انا لازم اشارككم في اللحظه دي وابدا اعرفكم ان كل واحد فينا ممكن يكون بيواجه ايه، عشان لا قدر الله لو ما نزلناش فيديوهات الفتره الجايه تعرفوا ان احنا مثلا في مشكله او في حاجه بتحصل لنا فمش عارفين ان احنا نصور. فانا حاولت ان انا اصور، لو الفيديو ده نزل هيبقى في حاجه حصلت فعلا مستاهله انها تنزل. فبالله عليك وانت بتتفرج على الفيديو ده ما تقدمش ولا لحظه خالص، بحيث ان انت برضو تقدر ان انت في الكومنتات تحت تطمنا، يعني تدعي لنا تدعي لبكر، بحيث برضو لو الموضوع اصلا هو مش مقلق للدرجه دي، بس حرفيا الموضوع مخيف، لان ممكن يعني اول مره واحد فينا يروح مستشفى او ان هو يبدا ان هو ياخد بعضه ويروح على مستشفى من غير ما يعرف حد فينا اصلا. ممكن يكون الموضوع اصلا مش ملوش علاقه بالضرس او ملوش علاقه باسنانه، وممكن يكون اصلا في حاجه ثانيه عنده وهو مش حابب ان هو يقول لنا. فاحنا لحد دلوقتي ما نعرفش اي حاجه، هنبدا بس ان احنا نتصل بحسن نعرف مكان المستشفى فين، وابدا اروح انا واحمد مصبح، وحتى لما نوصل هناك نبدا نتصل تاني بالرجاله او نكلمهم دلوقتي تاني، بس ما فيش حرفيا تليفون محمد اسامه ما بيردش علينا. تعالى احنا نلحق بس نطمن عليه، وبعد كده بنرن على محمد اسامه ونجيبه. احنا هنبدا يا جدعان دلوقتي نتحرك على المستشفى هناك، وبعد ما نوصل هناك نبدا ان احنا بس نطمن ونخش ندور عليه، ونبدا ان احنا نتاكد من كل حاجه، وبعد كده نبدا نتصل بقيه الناس ونبدا نجيبهم. ايه انا مش فاهم حاجه.
لك ايه اللي دخلوها. انا مش فاهم حاجه، هو ما كانش محتاج عمليه اصلا ولا محتاج اي حاجه. دلوقتي كلنا قاعدين اصلا قدام المستشفى مش عارفين نخش. احنا دخلنا جوه سالنا كذا حد بس عن الحاجه اللي هو فيها، ما حدش فادنا، ما حدش قال لنا اي حاجه تفيدنا. كله راجل يعني ان شاء الله خير ان شاء الله خير. حتى فضلنا نسال عليه قال لك هو ما فيهوش اي حاجه اصلا. اذا طلع الدكتور قال لك ان هو محتاج عمليه، احنا مش فاهمين عمليه ايه. حتى كمان احنا خايفين نكلم حد من اهله، يعني خايفين نكلم ابوه او امه او حد من اهله يجي يفتكر ان في حاجه حصلت، عم حصل حادثه حصل له اي حاجه. احنا مش عارفين نعمل ايه. بقى كل اللي موجود جوه هو معاه حسن، وبعد كده هبدل انا معاه، وبعد كده هبدل مع محمد وسام، بحيث برضه احنا كلنا نطمن عليه لحد ما الدكتور يبدا يطمنا. زي ما انتم شايفين ان احنا حرفيا قاعدين في الشارع ولا مجهزين لاي حاجه ولا التصوير. يعني نروح على المستشفى، رحنا المستشفى الدكتور بيقول لك عايز عمليه. ما بقتش فاهم. هو دخل العمليات ولا لسه؟ انا ما اعرفش انا كنت معاه جوه. بعد كده لما انتوا جيتوا اطلع لكم عشان تخشوا معايا، الامن منعنا، قال لك ما ينفعش العدد ده كله يبقى جوه عشان دي مستشفى. فاحنا كلنا دلوقتي مرميين بره، بحيث ان احنا نبدا ان احنا برضه لحد ما يبقى في اي جديد هنبدا ان احنا نخش له واحده واحده. فالموضوع صعب. وانا كمان اديت التليفون رقمي للدكتور اللي جوه، قلت له عشان لو حصل اي جديد، لو احتجت اي حاجه مني بلغني. وقلت لحسن برضه يا جدعان لو حصل اي حاجه واي جديد نبدا ان هو يتصل بينا برضه بره، واحنا مش في ايدينا اي حاجه، عارفين واقفين زي العجزه بالظبط ولا عارفين نعمل اي حاجه. الموضوع لاول مره نتحط فيه. واحد صاحبنا جوه في المستشفى واحنا كنا قاعدين مرميين بره في الشارع. الموضوع حرفيا انا اصلا خايف اعمل كده. يعني زي لو انتوا شايفين احنا كلنا قاعدين مرعوبين. عمليه ايه اللي الدكتور طلع قال عليها؟ يمكن يكون مثلا تعبان عنده حاجه في دماغه مثلا، وقع على دماغه، في حاجه حصلت، مخبوط، في حاجه مولود بيها، احنا ما نعرفش. هو قال لك الاشعه اللي هتبين كل حاجه. اشعه. انا الموضوع كله ما كانش محتاج ده كله. ده هو كان ضرسه وجعه ودماغه كلها عنده صداع. فانا لحد وقتنا هذا انا قاعد مستني ومش متحرك من المكان هنا لحد ما نبدا ان احنا نطمن عليه، او الدكتور يطمنا بحيث اي حاجه عشان نبدا ان احنا ناخد خطوه. يعني حتى لو ناخده معانا واحنا ماشيين نبدا ان احنا نتصل باهله. زي ما انتم عارفين الموضوع بدا ان هو يصعب علينا اكبر واكبر، والمفروض المواضيع زي دي يعني اهله يعرفوا في المواضيع، يعرفوا في الكلام ده. ما ينفعش ان اهله ما يبقوش عارفين. انا عارف ان الصوت مش هيبقى احسن حاجه لان انا قاعد في الشارع. يعني انا قاعد في الشارع الموضوع هيبقى صعب شويه. بس بالله عليكم اي حد بيتفرج على الفيديوهات دي ما يحاول ان هو ما يقدمش، يعني يبدا ان هو بس عشان احنا اول مره نتعرض لمصيبه زي دي. اخش انا احاول اسلك واطمن كده اشوف الدنيا جوه فيها ايه. ما يا ابني هيطلعوك. هو قال لك انا هسلك قال لك واحد مرافق. يا عم انا هخش يا ابني كنت انا واحمد مصبح لا انا جوه. هخش يا عم احنا قاعدين زي خبيطه بره كده يا عم. والله هيطلعوه، ما حدش يرضى يدخله، بقول لك الامن طلعنا. قال لك واحد بس مرافق ليه. ده احنا جبنا يا جدعان ناس ثانيه، الناس عرفونا هنا في المكان بدوا ان احنا نقول لهم اقفوا معانا بس صوروا لنا الموضوع ده. محدش فينا اصلا قادر ان هو يصور الكلام ده. انا مش عاوز اصور، انا مش عايز، بس عشان حتى يبقى انتوا عارفين كل حاجه، عشان لا قدر الله لو اختفينا مره واحده من على السوشيال ميديا تبقى عارفين ان احنا في ظرف او في حاجه بتحصل لنا، فتبداوا ان انتوا عارفين ان احنا مش مقصرين معاكم، اللي هو احنا مش عاوزين نصور. لا بالعكس، يعني في ظرف حصل لنا، والظرف ده بقى له كام يوم. حتى بكره لو انتوا لاحظتوا الفيديوهات الاخيره ما كانش ظاهر اصلا. فاحنا هنبدا نقفل لحد كده، لحد ما الدكتور حتى يبدا ان هو يطمنا او يقول لنا اي حاجه، او محمد اسامه يرن علينا او يقول لنا ان هو كويس، او يبدا ان هو يقول لنا مش هيحتاج عمليه، او الدكتور ده مثلا الموضوع ما طلعش واسع قوي زي ما هو متخيل، وابدا اصور تاني على طول. لان انا عاوز اعرفكم، يعني انا كنت عاوز اطلع ليا بص على اليوتيوب واعرفكم كل حاجه بتحصل. بس في حرفيا الساعه دلوقتي الساعه 12:30، احنا الساعه 12:30 بالليل، فولا حد هيبقى صاحي ولا حد هيبقى شاف اي حاجه. فلو الفيديو ده نزل فهيبقى في مصيبه حصلت في الفيديو ده، يبقى فعلا بكره عمل عمليه لو الفيديو ده نزل. انا هقفل لحد ما نبدا ان احنا نشوف اي جديد واي حاجه، وهبدا اصور. طيب يا جدعان، المفروض محمد اسامه بيرن عليا دلوقتي، شكله باين محتاجين حاجه جوه، فاحنا قلنا نصور برضه ونوريكم. احنا بقالنا اكتر حرفيا من ساعه قاعدين مش عارفين نخش. حاولت اخش كذا مره، قال لك مرافق واحد بس اللي جوه، وشكل محمد اسامه فعلا دخل. عليه يا محمد ايه 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 في ايه يالا؟ في يا ابني دي في ايه؟ بيقول ايه مش سامع.
بتاعته تعبان عايز عملية. تمام. هو السنة بتاعته تعبان شوية، وكان تقريبا جال اللي بتاع العصبي في دماغي. تمام. يعني ايه؟ يعني يجي كده، يعني انتوا فاهمين ناحية ايه بتاع الفيديو. تمام وكده. يعني وانا انصح كده يا اخواتي، يعني ايه، السن بتاعته تعبان. تمام. ومش قادر. راح طبعا ايه، هو طبعا راح طبعا راح المستشفى. تمام. الدكتور قال ايه؟ قال عايز عملية ازاي وهو السنة بتاعته تعبان. تمام. او تعبان اوي في السنة بتاعته، السنانة بتاعته تعبانة يعني. تمام. ازاي؟ ده حاجة كده ايه، مستغربة شوية. تمام. من ناحية هو توفى ازاي وهو اساسا السنة بتاعته اساسا تعبان. هو جاي هو تعبان. تمام. السنة بتاعته او السنان بتاعته تعبان ازاي؟ تمام. معرفش. بس لو ده حقيقي الله يرحمه ويغفر له. لو ده مش حقيقي، ولو ده مثلا ما انا انصح كده ترند، بس انا عارف كويس ده. تمام. مش عارف كويس ده حقيقي 100%، عشان مفيش ترند في الموت. تمام. ده اول حاجة. تاني حاجة، تمام، ربنا معاكم، ربنا يصبر اهله. تمام. بجد ربنا يصبر اهله. تمام. وبس كده خلصنا النهارده الفيديو. اشترك في القناة واعمل لايك واشتراك. ويا ريت يا جدعان ادعوا له في كومنتات الله يرحمه الله يغفر له يا رب. وده توفى النهارده. تمام. وبس. ماشي. اشترك في القناة واعمل لايك بسرعة. وانا اسف على الغياب الطويل يا جدعان والله، بس مشاكل بقى وشوية مشاكل. تمام. حياتي يعني عادي. تمام. بس واستنوا الفيديو الجاي قبل يومين كده، يعني كل مثلا ايه، كل فيديو او كل يومين فيديو. تمام. هعمل لكم كل يوم فيديو باذن الله، كل يومين فيديو باذن الله تعالى. اشترك في القناه واعمل لايك. يلا معاكم محمد عاطف. مع السلامه يا اخواتي. باي باي.